سنناقش اليوم الإجراءات البسيطة والقوية التي يمكنك اتخاذها لتحسين رفاهيتك وعيش حياة أكثر سعادة وإرضاء. القاعدة الأولى: إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية، وهذا يعني أن الاهتمام بصحتك الجسدية والعاطفية والعقلية. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل التمارين المنتظمة والأكل الصحي والحصول على وقت كافي من النوم وممارسة اليقظة أو التأمل. بجعل الرعاية الذاتية أولوية سيكون لديك المزيد من الطاقة والتركيز لمواجهة التحديات اليومية للحياة. القاعدة الثانية: تدرب على الامتنان. يمكن أن يساعدك تخصيص الوقت لتقدير الأشياء الجيدة في حياتك، على التركيز على الأشياء الإيجابية والشعور بالمزيد من الامتنان والرضا. يمكنك ممارسة الامتنان من خلال الاحتفاظ بدفتر يوميات الامتنان أو كتابة ملاحظات شكر، ومجرد أخذ لحظة كل يوم للتفكير فيما أنت ممتن له. القاعدة الثالثة: تكوين علاقات صحية. العلاقات القوية والإيجابية مع الأصدقاء والعائلة يمكن أن توفر إحساسا بالانتماء والدعم، وهو أمر حيوي للسعادة. وابذل جهدا لتقوية علاقاتك من خلال قضاء وقت ممتع مع أحبائك، وأن تكون مستمتعا جيدا معبرا عن التقدير. القاعدة الرابعة: ضع أهدافا ذات مغزى واعمل على تحقيقها. إن امتلاك الإحساس بالهدف والعمل على تحقيق شيء مهم بالنسبة لك يمكن أن يجلب لك الشعور بالرضا. خذ الوقت الكافي لوضع أهداف واقعية وذات مغزى لنفسك، وضع خطة لتحقيقها. تذكر أن تحتفل بالمكاسب والإنجازات الصغيرة على طول الطريق. القاعدة الخامسة: تعلم أن تسامح. التمسك بالأحقاد والاستياء يمكن أن يثقل كاهل سلامتك العاطفية. لا تتعلق المسامحة بنسيان أفعال الآخرين أو تبريرها، ولكنها تتعلق بالتخلي عن الغضب والسلبية والمشاعر. إنها طريقة للمضي قدما وتحرير نفسك من الماضي. القاعدة السادسة: ممارسة اليقظة. اليقظة هي ممارسة التواجد في اللحظة والاهتمام بأفكارك وعواطفك ومحيطك. يمكن أن تساعدك على إدارة التوتر وتقليل الأفكار السلبية وزيادة الرفاهية العامة. اعتني بصحتك الجسدية. القاعدة السابعة: ممارسة التمارين والرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي والحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يساعدك في تحسين صحتك الجسدية والعقلية. ويمكن أن يساعدك أيضا على الشعور بالنشاط والثقة. القاعدة الثامنة: ابحث عن طريق للضحك والاستمتاع. غالبا ما يشار للضحك على أنه أفضل دواء، ويمكن أن يساعد في تقليل التوتر وتحسين حالتك المزاجية وحتى تحسين مناعتك. ابحث عن طرق لدمج المزيد من المرح والضحك في الحياة. والقاعدة التاسعة: تطوع وساعد الآخرين. يمكن أن تمنحك مساعدة الآخرين إحساسا بالهدف والوفاء، ويمكن أن تساعد أيضا في تحسين حالتك المزاجية وتقليل التوتر. وأخيرا القاعدة العاشرة: تدرب على التعاطف مع الذات. كن أكثر لطيفا وتفهما لنفسك، خاصة عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها. تذكر أن تتحلى بالصبر وتسامح مع نفسك والاحتفال بنجاحاتك والتعلم من الأخطاء. شكرا على المشاهدة، ونأمل أن تكون قد وجدت هذه القواعد مفيدة. تذكر أن السعادة رحلة وليست وجهة. ضع في اعتبارك هذه القواعد ومارسها بانتظام، وستكون في طريقك إلى حياة أكثر سعادة وأكثر حياة مرضية. تذكر أن تتحلى بالصبر مع نفسك، وتذكر أن التغيير يستغرق وقتا. تذكر أن في بعض الأحيان تكون الأشياء الصغيرة هي التي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا. حافظ على ذهن منفتح، كن على استعداد لتجربة أشياء جديدة، والأهم من ذلك تذكر أن السعادة هو اختيار. لديك القدرة على اختيار أن تكون سعيدا وإجراء تغييرات في حياتك لتحسين رفاهيتك. شكرا على المشاهدة، ودمتم سالمين.